مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء، وهكذا تستمر التعادلات للمنتخبات العربيه قائمه. اليوم المنتخب التونسي يحقق تعادل، اي نعم تعادل جيد، تعادل ثمين امام منتخب مالي، تعادل يبقي بقوه على امال نصور قرطاج في التاهل بمشيئه الله، خطف تعادل مهم من امام المنتخب المالي. اعود الى محمد ابو تريكه وحاتم الطرابلسي للحديث عن النقاط الفنيه لشوط المباراه الثاني، ونبدا طبعا بحاتم الطرابلسي. حاتم، نقول تعادل اليوم بالنسبة للمنتخب التونسي، نقول تعادل بطعم الانتصار أم تعادل عادل أم ماذا؟ هو تعادل يبقي امال تونس لاخر مباراه بالتاهل كاحسن ثالث. اكيد ترقب. لا اختار يعني واحد من اثنين. يعني تعادل جيد؟ مقنع؟ لا اعتبره يعني بالنسبه لي انا الانتصار، يعني تعادل في الاخير يبقي على امالنا في التاهل، ليس لا تعادل بطعم الفوز ولا بطعم اي شيء، تعادل يبقي فرصنا قائمه، فرصتنا قائمه للتاهل للدور القادم في المباراه الاخيره امام جنوب افريقيا. تمام. انا اعتقد ما اتفق مع عصام الشوالي في مقاله، وانا في الشوط الثاني جارينا المباراه من اجل الحفاظ على النتيجه التي حققناها في الشوط الاول، ولذلك التغييرات لم تكن تغييرات مبكرة. أول تغيير قام بدقيقة 78، هذا دليل أنه لم يعطي فرصة حتى اللاعبين للدخول في المباراة، لأنه أي لاعب للدخول في المباراة يحتاج ما بين 5 6 7 دقائق كل لاعب، وقدرته في الدخول في المباراة والجو العام في افريقيا يحتاج اي لاعب على المستوى الهجومي الى 4 ساعات، ناهيك انه قام بادخال بتغيير على المستوى الهجومي الجزيرة وبرمضان كما رفض دقيقة 88. ماذا سيصنع اليوم الجزيرة تغييرات؟ اذا كانت اضاعة للوقت بمعنى من اجل الحفاظ على التعادل 1-1. فانا هذا لومي على المدرب، بمعنى كنا من المفروض ان نلعب من اجل الحصول على 3 نقاط في مباراة اليوم. صحيح واجهنا منتخب مالي جيد، منتخب لديه امكانيات هجوميه ممتازه جدا، شاهدنا التغييرات التي قدمت اضافه المنتخب المالي، لكن لماذا لم نلعب على الفوز؟ الطيف قام بادخاله لاعب ضاع فرصه، ونتفق نختلف على المستوى العاشوري كان قادرا ان يبقى قليلا، لكن في الاخير هو خيار المدرب تغيير لبعث دماء جديده تعطي اضافه للفريق. بالعراء تاخر في التغييرات، اصرار في دقيقه 78 تم ادخاله 12 دقيقه او اكثر بقليل، ربع ساعه يكاد يكون. انا اعتقد انه لابد سيف الجزيري نزل في الدقيقه 88. ماذا سيصنع سيف الجزيري؟ ماذا مهما كان قيمه اللاعب تمنحه 5 6 7 دقائق، فلا بد ان تكون انت التي تصنع اللعب كي يكون يمكن في 10 دقائق كل لاعب قادر ان يقوم بهذا. يعني التبديلات متاخره انا تماما من جلال اعتقد كما كان في المباراه الاولى، اصرار في ادخل اسرائيلي في دقيقه 92. فهنا انا لدي اختلاف معاه في عمليه الاختيار. ولماذا المدرب كانه سعيد بالتعادل؟ فاحنا مع احترامنا الكامل لمالي، منتخب جيد جدا وهو على المستوى الفني اعلى منتخب، من المفروض ان نلعب من اجل الحصول على 3 نقاط، من المفروض ان نلعب من اجل تغييرات ربع ساعه 10 20 دقيقه، ويبدا في التغييرات الهجوميه من اجل ان يعطي اكثر دعم. وكنت اتمنى الجزيري يبدا من دقيقه 20 ويعطي المساكني يكون هو خلف الجزيري كبلاي ميكر. هنا سنشاهد يوسف ياخذ اكثر حريه، لان يوسف كان ملزم ان يكون دائما في الهجوم، وان كان في ما قام به يعتبر قام باداء جيد يوسف اليوم على المستوى البدني، على المستوى الفني، على المستوى كذلك في الدفاع، ساند الفريق بشكل كبير كقائد فريق. هنا ليس كلام المجهود البدني ككل من الدفاع الى وسط الميدان الى الهجوم مقارنه بالمباراه الاولى يعتبر اداء جيد، لكن انا اتكلم تدخل المدرب دائما، وهنا مع كل احترامي لسجلال، لانه اليوم من المفروض ان يكون تدخله مبكر كي يعطي اكثر على المستوى الهجومي، كل فريق قادر ان يرفع من مستواه. فبقينا نجاروا في منتخب مالي من اجل الحفاظ على الهدف ومن اجل ان اماننا تبقى الى اخر مباراه امام جنوب افريقيا. وما ما يدريك ان جنوب افريقيا احنا سننتصر عليه. اذا تلك الفرصه لتحقيق 3 نقاط وامام فريق محترم جدا، فعليك تتعامل مع دكه احتياط والتنشيط، فانت المدرب، انت تعمل امكانيات لاعبيك. على كل حال لابد ان نشجع لاعبينا، ولابد ان نقف مع لاعبينا مقارنه بالمباراه الاولى. جهد بدني وكذلك رده فعل تعتبر محترمه. كنت اتمنى ان التغييرات تكون اكثر هجوميه، وان يتدخل المدرب يعطي الاصرار في 20 ل 25 دقيقه. كذلك الجزيري مساكني يعود كلاعب بلاي ميكر، يبقي اكثر العاشوري على الطرف، وان كان الطيف لاعب صغير السن لكن يعطي اكثر وقت للعاشوري. لم يقم بهذا في الاخير. هدف لهدف تعادل ايجابي يبقي اماننا قائمه في اخر مباراه لتكون مصيريه. جنوب افريقيا فريق جيد جدا ولديه امكانيات في الهجوم
يمكن افضل من مالي على مستوى الهجوم. طيب كابتن أبو تريكة، هل تتفق مع حاتم فيما قالوا عن جلال القدري في الشوط الثاني وقراءته للشوط الثاني، ام ان الرجل لعب بواقعيه امام منتخب قوي بدنيا، ولو كان جراه في الشوط الثاني ربما كان يخسر المنتخب التونسي؟ خلينا نقول اللي خلى السيناريو صعب المأمورية على تونس هو الماتش الاول، خسارة ناميبيا طبعا. فيخش الشوط الثاني، حط نفسك مكانه، اخسر اطلع بره. فانا اخلي الريسك هو بقى في مخيلته بين الشوطين، هو ده فكره. اخلي الريسك في المباراه الثالثه بدل ما اخد اخسر المباراه واروح. صحيح. انتظر للمباراه الثالثه. فاحيانا المباراه الاولى هي اللي تحطك هذا السيناريو. فالنقطه ربما مفيده، بس ايه اللي يخليها مفيده ولا ليها اهميه؟ الماتش الجاي. صحيء. الماتش الجاي. طب هو لو انت مكان القدر كنت عملت نفس السيناريو؟ هو بيخش بحسابات. اسمع اللي بقول لك، احنا غيرنا، احنا في التكييفات والهواء الحلو. انما هو عنده ضغوط. خلي بالك هو خسران من ناميبيا، اقل فرقه في المجموعه، هو بيلعب احسن فرقه في المجموعه، الشوط الثاني جات له فرصه الطيب، طرف الكره دي لو مع عاشوري جول. انا مع حاتم التغييرات متاخره، توقيتها متاخر. عاشوري ده لو بنص رجل يلعب ما يطلعش. هل هو اشتكى؟ ما اعرفش، انما هو السرعه والمهاره، تحولات عنده سريعه. يا حاتم اتكلم على الطائف، لعيب صغير وعنده امكانيات. الثاني لا، سريع. الثاني سريع قوي، والشمال واليمين. هل هو اشتكى؟ ما اعرفش. انما ده قلت لك والله العظيم اجيب كرسي واقعده وهخليه رجل على رجل وما يطلعش. ده يبقى اخطا في التبديلات. واحد اتاخر فيها. اثنين عاشوري ده عاشوري ده ما يطلعش خالص. ثلاثة، ايه اللي كان بيميز تونس في الشوط الاول؟ علي العبد. شفنا الشوط الثاني اختفى، مش موجود. لماذا؟ ما هو قلت لك الحسابات. الفريق بتاع تونس ارجع ورا وامن. الفريق التونس بيلعب بسلاسه وبحريه في الشوط الاول والتيكي تاكا. الشوط الثاني دخلنا في الدريسنج روم ربع ساعه، حاسبنا نخسر، يجي فينا جول. صحيح. لو جه فينا جول هنروح. فنوعا ما تحس ان الفريق متكتف ومتحفظ، مش عاوزين اخطاء، نامن دفاعنا كويس، نيجي لنا فرصه نخطفها، وجات له الفرصه وكان ممكن يخطف. انما زي ما بقول لك احمد، المدرب بيعيش حسابات. فاللي حط في الموقف ده خساره ناميبيا، مش التعادل مع مالي. فالمباراه الثالثه الحسابات تبقى مختلفه، الريسك يبقى اعلى، على اساس ممكن ياخد الفوز وياخد 4 نقاط ويقول له صعد. محدش هيشتكي يقول له انت تعادلت مع مالي الشوط الثاني وكان في تراجع. فهو بيخش بحسابات زي ما بقول لك، والمباراه الاولى هي اللي برجلت له السيناريو. فيجي يقول لك بدل ما اخسر في المباراه الثانيه، لا اخلي الريسك في المباراه الثالثه، ولعل وعسى الظروف تبقى مختلفه والامور تبقى مختلفه واقدر اكسب. تمام. هذه طبعا مشاهدينا اطلاله سريعه على قراءه جلال القدري لشوط المباراه الثاني من طبعا محللينا كابتن محمد أبو تريكة والكابتن حاتم الطرابلسي. اذا مشاهدينا نتحول اطلاله من سوق واقف. ونعم التعليق يعني في اللي تو قام بالتعليق، هو من حق ان يكون مثلا هذا اللي تكلمت عليه انا قبل بدايه الاستوديو، قله ادب بعض الناس في تعاليقها وفي ردود افعالها اتجاه الاطار الفني التونسي. من حقه ان يكون غاضب على اداء المنتخب، من حقه ان يطالب بتغيير الاطار الفني، وهذا حق مكفول لاي انسان تعبيرا لا يعجبه مدرب، لكن ليس من حقه ان يتهكم على المدرب او يتكلم بقله ادب. وهذه مشكلتنا الان. بعض الجماهير، وهنا اخص بالذكر يعني تونس، لانه في الاخير هو يتكلم على تونس، بعض البلاتوات وبعض الجماهير تتكلم بتهكم وبتجريح. في الاخير هو مدرب اجتهد، احنا نتكلموا على الاجتهاد، احنا حتى في التحليل نجتهد في بعض الحين نوافق بعض الحين لا. لكن ليس من حقه هو ان يجرح او يتكلم باشياء خارجه على الموضوع. هو يتكلم باشياء يمكن انتم لا تفهمون الاكسنت التونسيه، احنا نفهم اللهجه المصريه. يعني افتح كشك يعني هل هذا لا ينفع؟ اكيد طبعا اكيد. وليس من حقه ان يتكلم بهذه الطريقه. واتمنى المره القادمه ان شاء الله طبعا هو اداء المدرب، لكن في النهايه هو طبعا المسؤول طبعا عن هذه الامور الفنيه. وفي الجزائر كذلك ومن المغرب، لكن معنا هذا الشاب التونسي خير الدين. انت من تونس، شاهدت المباراه؟ من تونس، من حي تضامن. اهلا وسهلا. الله يخليك. كيف كان انطباعك عن هذه المباراه؟ مباراه والله حبينا ننتصر، الله غالب. ما مشيتش معنا الكوره. سي جليل ننصحوك، سي جليل اخرج من المنتخب، يمشي يحل الكشك، يحل كيوسك،
سيب المنتخب وخلي ناس خويا نحبوا نفرحوا من 2004 ما فرحناش. سيبونا خويا يعطونا حقنا. جوارات تلعبوا على المريول جيبوا لنا 3 بوان وان شاء الله نترشحوا الثلاثين يا رب. ان شاء الله. اذا هذه سريعا بعض من ردود الافعال هنا في سوق واقف الذي لا يزال حيا بمختلف الجماهير العربيه الموجوده هنا لتشجع منتخباتها.